السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ في فيديو جديد النهارده هنتكلم عن خطاب الدافع او الموتيفيشن ليتر او الكفر ليتر او الليتر اوف انتنشن. له اسماء كتيرة جدا لكن في الاخر هو بيصب في حاجة اساسية واحدة. في الفيديو ده هنقول لكم خبرتي كشخص اوريدي قيمت اكتر من 100 ابلكيشن في موتيفيشن ليتر، يعني قعدت قريت 100 واحد مقدم موتيفيشن ليتر، وكذلك قدمت بيه موتيفيشن ليترز مختلفين لاكتر من 20 منحة والحمد لله اتقبلت فيهم كلهم. فهديكم خبرتي كشخص بيقرا الابلكيشن وبيقيمه، وكذلك كشخص بيقدم على منح. وفي اخر الفيديو هنقعد بقى مع بعض على الكمبيوتر ونشوف ازاي نستخدم الاي اي بقى اللي هو يعمل لك كفر ليتر محترف جدا. زمان كان ممكن الموضوع يستغرق معاك 3 اسابيع عشان تعمل كفر ليتر، دلوقتي انت ممكن تعمله مثلا في يوم او يومين. بس خلي بالك ان الكفر ليتر دايما محتاج منك ان انت تحط انبوت خاص بيك، تحط حاجه مميزه عنك، مش حاجه مقلده. وكذلك ممكن برضو انك تحط في خلفيه دماغك كده ان انت لازم دايما تفضل تعدل فيه لحد ما توصل لاحسن نسخه منه. طيب اول حاجه ايه هو اصلا الموتيفيشن ليتر؟ الموتيفيشن ليتر ده حاجه بتقول ان انا والله الحافز بتاعي اللي بيحفزني اللي انا اقدم على المنحه دي او اللي انا اتقبل في البرنامج دوت او اللي انا اشتغل الشغلانه دي. ودايما بيتكون من 3 حاجات اساسيه. اول حاجه انت مين، فانت بتبدا مثلا بقصه والله انا فلان الفلاني بعمل 1 2 3 4 5 6. فانت بتعرف نفسك الاول بشكل مختلف عن الشكل اللي انت عرفت نفسك بيه في السي في. تاني حاجه بتقول ليه البلد دي، ليه المنحه دي، ليه البرنامج ده، ليه الشركه دي. فانت لازم تعرف حاجه معينه خاصه بالشركه دي. فده بتجيبه ازاي؟ عن طريق انك تشوف مثلا الناس اللي قبل كده قدمت كتبت ايه، او الشركه دي نفسها بتقدم ايه، او المنحه دي بتقدم ايه. او كذلك مثلا تشوف التستمونيز، الناس اللي هي حضرت قبل كده قالت ايه عن الموضوع دوت. فبالتالي انت بتحط حاجه يعني بتقول ان انا عملت مجهود وبحثت عن المنحه دي ولقيت فعلا ان انتوا عندكم 1 2 4 5. فدي تاني حاجه. تالت حاجه بقى ليه المنحه دي تختارك، يعني تختارك انت ليه، ايه اللي يميزك، يعني ايه الحاجه المميزه عندي كعبد الله عماد اللي تقول لي والله ان المنحه دي محتاجه تختارني عشان خاطر انا 1 2 3 4 5 مميز عن غير الالاف اللي هيقدموا على الابلكيشن. فكده ده هو الموتيفيشن ليتر، او هو المفروض يحتوي على ايه. شويه نصايح سريعه كده قبل ما نبدا اللي احنا نشوف بالظبط نكتبه ازاي مع بعض. اول حاجه دايما حاول تخلي الموتيفيشن ليتر له علاقه بالعاطفه اكتر من ان هو علاقه بانجازاتي وانا جامد دي جدا، لكن تكون في علاقه بالعاطفه، انك بتوضح حاجه بمشاعرك انت، بشخصيتك انت، فيها بينعكس على اسلوبك انت في الكلام. لان الموتيفيشن ليتر ده هو بنسبه كبيره جدا الاسئله اللي هتسالها في الانترفيو هتبقى موجوده بتسالها من الموتيفيشن ليتر والسي في. فطبعا الموتيفيشن ليتر مهم جدا انك ما تكذبش فيه وتكتب فيه الحقيقه. تاني حاجه انك تاخد بالك برضو من اللغه اللي بتكتب بيها، لو انت بتكتب بالانجليزي او بالعربي تخلي حد يراجعه، او انك تتاكد ان المصطلحات اللي تم اختيارها دي مصطلحات فعلا سهله، مش مصطلحات باين اللي هي شات جي بي تي مثلا، او مصطلحات باين اللي هي عاميه بتكلم بالمصري العامي زي ما بعمل كده. فراجع دايما موضوع اللغه. الموتيفيشن ليتر بيكون صفحه واحده بس، فحاول دايما ان اختيارك للكلام يكون اختيار مميز، يعني كل كلمه ليها معنى وبتفيد بحاجه معينه في الحاجه المطلوبه. يعني مثلا والله انا عندي ليدرشيب سكيلز اللي هي عن طريق 1 2 3 4 5 واديته مثال على طول. عندي والله برزنتيشن سكيلز، بعرف ان انا اعمل باوربوينت برزنتيشن، بعرف اشتغل على كذا، بعرف ان انا اتكلم قدام الناس، بعرف اتكلم قدام الكاميرا، وهكذا. كل مهاره انت هتوضحها لازم توضحها بمثال. فدايما حاول في الموتيفيشن ليتر انك تبين امثله توضح قد ايه انت جامد جدا ومفيش منك اتنين. ده طبيعي انك تكتبه في الموتيفيشن ليتر. واخر نصيحه قبل ما ننقل على الكمبيوتر هي عكس النصيحه اللي فاتت، وهي خليك متواضع. يعني قول ان انا عندي قابليه ان انا اقدر اتعلم، عندي قابليه ان انا احسن من نفسي. كل الكلام ده كله مفيش اي مشكله فيه انك برضه توضحه عشان خاطر ما يبقاش ان انت متكبر في الابلكيشن فبالتالي تترفض. وحاول ما تكررش الكلام اللي انت كاتبه قبل كده في السي في. وهديكوا بقى شويه معلومات يعني او شويه خبره شخصيه كده بعملها او يعني بنعملها لما نيجي نقيم الابلكيشنز او بنقيم الموتيفيشن ليتر. اول حاجه في حاجه اسمها روبوتك سكان. ففي سكانر بيحصل اللي هو بيسكان كل الحاجه اللي موجوده في الموتيفيشن ليتر، وبيعرف اذا كان اوريدي الشخص دوت حط التفاصيل اللي احنا محتاجينها زي اسمه، البوزيشن، عنوانه، والكلام ده كله لازم يكون موجود. بعد ما عملنا الجزء دوت اوتوماتيك بيبدا الجزء الثاني بشكل شخصي. انا كعبد الله لازم يبقى عندي هوك في الاول، لازم انا كشخص بقرا الموتيفيشن ليتر يبقى زي في حاجه تشدني ان انا اكمل الموتيفيشن ليتر. فاول حاجه واهم حاجه هي الهوك اللي في الاول. حاجه مثلا قصه انت عملتها او اسلوب انت اشتغلت عليه، او والله انا كنت بحسب ان كذا هو الصح وبعدين طلع هو اللي ده مش الصح فالمفروض ان حاجه تانية. المهم ان انت يبقى عندك هوك تشدني ان انا اكمل الموتيفيشن ليتر. لان انا كعبد الله كشخص براجع الموتيفيشن ليترز، لو ما لقيتش حاجه تشدني في اول باراجراف ما بكملش الموتيفيشن ليتر، خلاص بشوف اللي غيره. لان انا المفروض عندي 80 واحد هقراهم وانا المفروض اختار واحد.
دي اول حاجه، ان يبقى عندك هوك قوي جدا. تاني حاجه في البادي نفسه يبقى الموضوع منظم. يعني ايه؟ يعني الباراجراف الاولاني يكون شكله كويس، التاني شكله كويس، التالت شكله كويس، بحيث ان انا وانا بقراه اكون مستريح وعيني كذلك تكون مستريحه وهي بتقرا ده. تالت حاجه البوربس او الهدف يكون واضح جدا. يعني وانا عارف ان انا بقدم على المنحه دي، مش عاوز انا تديني نفس الكلام اللي انا كاتبه في الابلكيشن. يعني انا بقول لك مثلا والله المنحه دي بتقدم 1 2 4 5، ما تجيش انت في الموتيفيشن ليتر تقول لي والله المنحه دي بتقدم 1 2 4 5. انا عارف ده، فاديني حاجه جديده، اديني حاجه انا محتاج ان انا اعرفها عنك، فاقول فعلا انت تستاهل انك تاخد هذه المنحه. مش عاوز اطول عليكم، فيلا بينا نشوف الموتيفيشن ليتر اللي انا كنت بستخدمه قبل كده، وازاي دلوقتي مع الاي اي انك تقدر تعمل الموتيفيشن ليتر بتاعك بسهوله جدا. بس اهم حاجه انك تعدله وتعمل حاجه اسمها تشيك اي عشان خاطر ما يبانش ان انت عامله بالاي اي. ويلا بينا. طيب اول حاجه بنعملها ان احنا بنفتح شات جي بي تي عادي خالص، ونكتب مثلا، نشوف مثلا حاجه ليها علاقه بالتركيش سكولارشيب، لان دي حاجه دلوقتي مشهوره جدا يعني الناس بتقدم عليها. طبعا هسيب لكم البرومتات في الديسكريبشن تحت في الفيديو ده. طبعا حاجه بسيطه خالص هنبدا نعدل فيها بعد كده. هخليه بس يعملوا اللي هو صفحه واحده عشان ناخده نحطه في الوورد، وبعد كده نبدا نشتغل عليه. هنيجي ناخد بقى اللي احنا عملناه كده كوبي، ونفتح الوورد عادي خالص ونعمل بيست هنا. اول حاجه لازم ناخد بالنا منها الفورماتنج. طبعا الفورماتنج ده هسيب لكم برده تمبلت تقدروا ان انتوا تشتغلوا عليها على طول غير التمبلت دي، بس انا هنا بشرح لكم المثال. يعني انت مش محتاج ان انت تكتب ده في الاول، انت محتاج بس تكتب على طول ان انت تفاصيل عنك. فانا دلوقتي هو طبعا خد السي في بتاعتي وبدا يحط فيها تفاصيل. فاول حاجه ان انا بدات بحاجه هوك تشد الناس. اول حاجه اللي هو انا اتولدت في مصر وعندي باشن في الهندسه والديجيتال ترانسفورميشن، وبالرغم من التحديات انا قدرت ان انا احصل على منحه الماجستير في الديجيتال انجينيرنج، وكنت طلعت الاول على الفصل بتاعي، وكذلك عندي سوشيال انتربرايز اسمها اكت سستينبل. فالهوك ده اللي في الاول ده طبعا احنا مش محتاجين نحط كل التفاصيل دي، انا بس هديكم الخلاصه الاول. الهوك ده كافي جدا ان انا كشخص بقرا الموضوع ده لاول مره، اللي انا والله ايه ده فعلا ده الراجل شكله جامد، وفي نفس الوقت ما فيش فيه سن التكبر او حاجه. لا، هو الموضوع ان انا بوضح بس انا مين وبعمل ايه. بعد كده ليه المنحه؟ فليه المنحه؟ والله انا بقول ان تركيا بقى هي ليه تركيا والله هي مكان للريسيرش تكنولوجي، وهي برضو بتقود الاسبريشن بتاعي. والمنحه التركيه بتارجت المواهب العالميه. وانا طبعا انا السي في بتاعتي فيها بيم بيلدينج انفورميشن موديلنج، فانا والسستينابيلتي ده المجال بتاعي. ووجودي في تركيا ده هيسمح لي ان انا اشتغل واتعاون مع ناس اكتر في المجال بتاع الديجيتال ترانسفورميشن. ليه انا هبدا ان انا اشوف ليه انا هديني بقى والله طب انا عندي الاكاديميك بروفيشنال اكسبيرينس، عندي ماجستير في المجال الفلاني اوريدي، عندي سوشيال امباكتس، عندي والله ان جي او شغال على 1500 واحد تم التاثير معاهم، عندي جلوبال برسبكتيف والله سافرت وعشت في كذا دوله، كذلك عندي قابليه للريسيرش شغال على برامج لها علاقه بالاي اي. وفي الاخر بقول كلمتين ده كده ككور يعني كبدايه تمام للكفر ليتر جميله جدا. بعد كده بقى هبدا انقح فيها، يعني انقح فيها هبدا ازود انا فيها بقى حاجات بسيطه من الحين للاخر، بحيث ان هي ممكن تبقى زي شكلها كده. هوريكم الكفر ليتر اللي انا كنت بقدم بيه من 3 سنين تقريبا، فممكن يكون حاجه بالشكل ده كده. ده كده كفر ليتر مش هنمشي في تفاصيله، لكن كنت انا مزود فيه حاجات كتيره عشان خاطر ينفع لاكتر من حاجه. وفي الاخر بقى في جزء هنا بيتغير على حسب المكان اللي هقدم فيه. انا كده حاولت ان انا اغطي لكم اغلب الحاجات، ازاي انك تخلي الاي اي يبدا لك اول حجر اساس، وبعدين بعد كده تعدل انت فيه، ومجرد ما انت تعدل فيها تبدا تحط بقى الجزء بتاعك انت او الجزء اللي بيميزك انت كشخصيه. ودي انا بستخدم الموضوع ده حاليا، بخلي الاي اي يكتب لي درافت في الاول كده بسيط، وبعدين ابدا ان انا اعدل فيه وانقح فيه لحد ما يكبر مني. وكل ما يجي لي فكره ابدا ان انا احطها. وانا اضمن لكم ان شاء الله ان انتوا لو مشيتوا ولا الخطوات اللي انا قلت لكم عليها ديت كلها، وكذلك بداتوا ان انتوا تعدلوا الموتيفيشن ليتر بالشكل اللي انا قلت لكم عليه دوت، وخدتوا النصايح اللي عملتها في الفيديو، فانتوا هتعدوا من اول مرحله وهتخشوا مرحله الانترفيو باذن الله. وده عن تجربه شخصيه وعن تجربه على ناس انا اشتغلت معاها كذلك في الموضوع. لو عندكم اي اسئله لسه سيبوها في الكومنتات. وانا عبد الله عماد، سلام عليكم.